غادة الشمعة نجمة إغراء الثمانينيات تعرضت لسرقة كل ممتلكاتها بواسطة شقيقها، وحادث سير أدى لتشوه وجهها. بعد غياب طويل عن الساحة الفنية ظهرت الفنانة غادة الشمعة وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها الشخصية، وتحدثت عن تعرضها للسحر والشعوذة والسرقة من أحد أطراف عائلتها. كشفت الممثلة السورية غادة الشمعة عن تفاصيل جديدة حول سرقة منزلها، وقالت الشمعة خلال لقاء مع منصة ترند إن كل ما تملكه من مجوهرات وأملاك تمت سرقته من قبل عديل أخيها وخادمتها التي فرضوها عليها، وذلك خلال وجودها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ قرابة 15 عاماً. وأوضحت غادة أن عائلة عديل شقيقها عرفوها على فتاة لتساعدها بأعمال المنزل، وبعد فترة قصيرة باتت تشعر بأعراض غريبة لتبدأ في الشك بها. وأشارت إلى أن الخادمة كانت محجبة وكانت تظهر أنها متدينة، لكنها خدعتها وقامت بسحرها عن طريق وضع شيء لها في القهوة الخاصة بها لتساعد عديل أخيها في سرقة الملايين من خزنتها. وأضافت: كانت الخدامة اللي عندي بتجيب حاجات وبتخلطها لي بالسكر لدرجة أني بقيت حد تاني وبقيت مطيعة جدا لكل شيء بتطلبه مني. وذكرت غادة أن الخادمة طلبت منها السفر معها إلى القاهرة لمساعدتها، وبعد وصولهم بأيام أصرت على العودة لسوريا لتقوم بالفعل بالحجز لها، حيث تبين لاحقا أنها سرقت مفاتيح بيتها وتمت عملية السطو. وبيّنت غادة أنها تؤمن بالسحر، ولا سيما أنه مذكور بكل الكتب السماوية، مضيفة: مقهورة وكل يوم بالبيت ببكي، أخدوا شقة عمري، عديل أخي عمل خطة وعملوا لي سحر عشان يسرقوني. غادة الشمعة ممثلة سورية ولدت في دمشق عام 1962، وبدأت مسيرتها الفنية في منتصف سبعينيات القرن العشرين، وشاركت في العديد من المسلسلات والأفلام السورية والمصرية، وتم حصرها في أدوار الإغراء والإثارة. وعندما تم عرض دور لها في فيلم نزوة عام 1996 بطولة أحمد زكي ويسرى، وكان الدور يتضمن قبلة من أحمد زكي، رفضت السورية الدور المسند إليها بالرغم من ما هو معروف عنها من تجسيدها لأدوار الإثارة والإغراء، وبسبب هذا الرفض تم استبعادها من العمل. عللت الشمعة لاحقا سبب رفضها لتقبيل أحمد زكي في هذا الفيلم بأنها كانت في تلك الفترة متزوجة من ثري خليجي، وقد اشترط عليها عند الزواج رفض أي دور به إغراء أو قبلات، ولهذا رفضت الشمعة هذا الفيلم. وفي أواخر عام 1999 تعرضت غادة الشمعة لحادث سير هائل تسبب في تشوه وجهها وأثر على عمودها الفقري، مما اضطرها للابتعاد عن التمثيل لفترة طويلة حتى تماثلت للشفاء، وعادت مرة أخرى إلى التمثيل في عام 2011 في المسلسل السوري بومب أكشن، وشاركت في عام 2016 في فيلم بريطاني رعب بعنوان بيرث داي أو عيد الميلاد. وتشكو غادة كثيرا من استبعاد صناع العمل السوري لها وعدم عرض أي أعمال عليها مؤخرا.